قال في الحديث القدسي الجليل: انا الله لا اله الا انا وملك الملوك، قلوب الملوك في يدي، وان العباد اذا اطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وان العباد اذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء على ملوككم، ولكن اشغلوا انفسكم بذكري والتقرب الي اكفكم ملوككم. ماذا حدث وما سر ما نعانيه؟ ما نعانيه من حقد في القلوب، وشحناء في الصدور، وفرقة في الصفوف، وشتائم وقذف. ما سر ما نعانيه من ضيق المعايش، وما نعانيه من رفع البركة من الصدور. اذا اردت ان تعلم هذا فاقرأ قول الله تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ذهب الناس الى السيدة نفيسة رضي الله عنها وقالوا لها: يا نفيسة العلم، كلمي اميرنا ليرحمنا ويعاملنا معاملة الرحماء. وبينما الامير كان يسير ذات يوم اذ رأى السيدة الجليلة فنزل عن دابته اكراما واحتراما لها، فقالت له نفيسة العلم: لم؟ فقال لها الحاكم: كما. ولم يفهم الجالسون شيئا، ما معنى لم وما معنى كما؟ فقالوا لها: يا نفيسة العلم، ماذا قلت له وبما اجابك؟ فقالت: قلت له: لما ظلمتهم؟ فقال لي: كما تكون يولى عليكم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. انما نعانيه من نقص في المعايش، وما نعانيه من شدة في المؤنة، مرده اننا اعلنا الحرب على الله. والله لا يحارب، الله لا يحارب